السلام عليكم خوتي وخياتي. جيت نحكي لكم اليوم قصتي، قصة بالنسبة لي ما نتمناها لحتى بنت في الدنيا. أنا كنت فتاة في عمري 17 سنة، كنت نقرأ دوزيام ليسي، كنت نقرأ مليح وجايبة روحي، ومن مواصفاتي عادي مقبولة الشكل، ماشي زلة وماشي نعيف، عادية ولا طيتاعي شابة، واللي كان يشوفني يقول عليا باللي كنت حلوة بزاف. المهم نكملو. مرة أنا وصحباتي خلود ويام وكاميليا خرجنا من الليسي، كانت الشتا طيح بزاف وأنا كنت المهبولة فيهم، نحب نلعب تحت الشتا ونطلع فوق الرود والما فوقي، وكنت براءة. المهم كان يشوف فيا واحد الولد، كان عادي في الزين مقبول الشكل، مهم شاف فيا وبين عجبته، ولا كل يوم عند الليسين تاعنا يستنى فيا. حتى نهار كان يوم لقائي معه، جاليا وقال لي عجبتيني وحاب تكوني مدامتي. انا كانت اول مره ليا، نخلعت وهربت نجري وصحبتي يضحكوا عليا. المهم انا هذاك الوقت ما عنديش تليفون، وكنت نخدم بنتاع ماما، نحكي مع صحباتي ونتفرج برك. رجعوا لهذاك الولد واسمه احمد. في النهار الثاني جاء، وهذه المره بعت لي طفل صغير واعطاني ساشي فيها اسمه نيميرو تليفون وبعد شوكولا. عيال البنات ولاو يضحكوا عليا وانا نقول لهم نرد له الزبلو. وحتى نطقت خلود هذه الخلاطه فينا، قالت لي عادي احكي معاه نهار ولا زوج وصرحيه، وحكمت تتقنع فيا حتى تقنعت. عطتني فيس من تاوحها وقالت لي احكي معاه. كانت اول محادثه لينا، وانا كي رحت حكيت معاه في الفيس كنت بزاف خايفة حتى تجيني نسمة تاريح تغلق الفيس بأسرع ما يمكن. حكيت معاه نهار يومين ثلاثة حتى والفته وحبيته حب أعمى. كان حبي الأول وكانت أسعد أيامي مع حاجة الأحلام يا جماعة. تخيلوا كان كيقول لي بعتي لي تصورك نبعت له بالعشرة، وكيما يحب هو كنت نعشق فيه لأبعد الحدود. كان بالنسبة لي حب وشغف وإدمان، وكنت نحكي معاه H24. أيا وصل وقت الامتحانات نتاع الفصل الثاني، وكيما كان الحال أنا نحب نقرأ بزاف، قلت له بالك بعد شوية بصح راني نقرأ. تخيلوا يا جماعة نحكوا في النهار مرتين ولا ثلاثة برك. أي حتى فاتوا الامتحانات وأنا كنت متوحشاته بزاف. نسيت باش نقولكم، هو كان في عمره 22 سنة في هذاك الوقت. لا علينا، كنت متوحشاته لأبعد الحدود، وهو كان بزاف بارد معايا، ما يحكي ما يهدر ويلي كيدي فيا. ايا واحد الخطرة كنت سهرانة وكان غالق الفيس، لقيت طفلة بعتت لي عندها مدة ويبان الكونت نتاعها مليح، وهنا بداو يبانوا معالم الخيانة وهامة الحنانة. ايا اكسبتيتها وبعت لها ميساج باش نعرف شكون هادي اللي بعتت لي. ما رجعتليش حتى واحد الساعة هكاك. نرجعوا لأحمد، عيط له في الليل باش نحكي معاه، لقيته اوناتوند مي ما جا والو في بالي. نرجعوا للإشراق اللي رسلت لي، حكيت معاها وكانت بزاف عقليتها شابة، وسقساتني اسكو راني اون كوبل ولا سيليباتير. قلت لها اون كوبل، قالت لي مع شكون. بعت لها تصاور احمد وحكينا شويه، بعت لها كيفاش نتعاشقوا، يعني حكايات بنات وراكم عارفين. حتى فتح هو قال لي اهلا، قلت له اهلين. حكى شويه ومن بعد ولا يعيط عليا ويطيح ويقول لي يا اخي قلت لك ما ترسليش اللي زامين تاعي وانتي ما تفهماش. وانا ما فاهمه والو، نحلف له والو، بصح سماطت لي مالفين نضربو ما يخسرش معايا في الهضره. حتى شويه دخلت الكونت نتاع إشراق، لقيته امي معاها، اديت ما جبت فيها، رحت نقول له اللي ما بعثتش انا نرسل وهو بلوكاني. او احمد يبلوكيني، جامي صرات. ايا رحت خمم ونربط في الخيوط في بعضهم، عرفتها هي. رحت لها قلت لها انتي شكون وعلاه بعتيلي؟ قالت لي انا حنونة احمد
ويحبني وروحي الريح اللي جابك يديك. ديجا راهو بلوكاك. انا تهاوشت منها وكذبتها حتى بعثت لي كابتور نتاعهم يحكوا صح تشوكيت. وليت نبكي يا ناس في هذيك الشتا، نبكي دموعي نشفو بيسك نحبه، كنت نعشق فيه ونعشق في التراب اللي يمشي عليه، وانا قلبي محروق عليه. حكيت مع اخوه وعلى باله بلي راني مع احمد. انا نهضر يا ناس ونشهق قلبي راح يحبس ونقول له غير كلمه احمد احمد، وهو ما هو فاهم والو وخاف عليا ننغم من البكاء. كان قلبي راح يحبس. للعلم انا مريضه قلب. روحي خرجت مع احمد وندمت ليه هضرت معاه، والنهار اللي عرفتو فيه من بعد بالدراع باش فهمت كريم واش صرالي. وهو كان خدام، عيط لصاحبه قال له روح تعس في بلاصتي، وراح لدارهم نحالو تليفون وخباه. وغدوة من داك هضر معايا قال لي ارواحي امحي تصاورك. تلاقيت بيه قدام الليسي، كي شافني ما عرفنيش، عيني منفخين وجهي صفر، نخلع فيا. المهم انا فاسي وقلبي يحرق فيا على احمد، وهنا كان كريم السنة دي. مهم جاز هذا العام وانا وكريم ما زالنا نحكو، وكان السند بالنسبه ليا بزاف، عاوني باش ننسى احمد ونسيته. بصح ما زالت الحرقه نتاعو حتى جاز هذاك العام. تقريبا تجاوزت احمد وتقربت لربي ولصلاتي، وحتى صحاباتي بعدت عليهم. هذيك البريئة المهبولة الحلوة راحت، وليت إنسانة باردة في كل شو. ركزت على قرايتي كثر، عندي باك ولازم نجيبه. أي العام نتاعي نتاع الباك شريت تليفون وفتحت فيس جديد، ولابيس تاع ماما كسرتها ودرت روحي ما شفتهاش. مهم فاتوا لي مرة على زوج تاع صباح كنت قاعدة نحفظ في بداية العام تاعي تاع الباك، جاتني انفيتاسيون. كان طفل بزاف شباب الله يبارك ولاباس بيه مقبول. ايا قلت في روحي خلي نحكي واش راح يصرى. حكيت معاه كان بزاف ارتيست وجونتي وكلاس مثقف وحنين، وانا في بالي مع من كنت يا يما ويا يما. المهم حكيت معاه 5 شهور امي برك، عرفتو وعرفني مليح وحبينا بعضنا حب بريء بلا تصاور لا محرمات لا والو. قال لي انا ناويك للحلال، كملي الباك جيبيه ونجي نخطبك، ولا ما كيش حابه. انا قلت له وي مرحبا بك. جاز الباك والحمد لله ديته بمعدل مرضي. جا خطبني حنوني ودارنا قبله وانا قابله وكامل قابلين، حتى نتفاجئ باحمد بعث لي طفله لدارنا. جات قالت لي قال لك احمد عيطي لي نحتاجك ارجون. وهنا بدا التهديد. ايا قلت لها معليش، وانا حكمت النيميرو من عندها وعيطت له. ريبوندا عليا قال لي شكون؟ قلت له هند معاك. بدا يحلل ويقول لي غلطه ونحبك وجامي ننساك، حاولت وما قدرتش سامحيني. وانا كنت نسمع وما قلت والو، اللي قلت له كلمه واحده راني على ذمه راجل وكوبيت. ايا حرق التليفون عليا. ريبونديت له قال لي حبسي معاه، والله غير نجي نخطبك، والله دوك نحكي مع ماما، والله راني جاي استناي برك. تقلقت ووليت نعيط، قلت له صاي تخطبت وعقدت وانساني صاي، انت الغلط ماشي انا. واش دار تخيلوا واش دار؟ هددني بلي فوتو ديالي اللي كان مخبيهم عند صاحبه، وانا تشوكيت وزدت كرهته وعفته ما لقيت واش ندير. كريم كان ماشي كونتاكت معاه باسكو حرق، وانا واش ندير قعدت نخمم. قلت نحكي لخطيبي واللي صرا خليه يصرا. جا الليل حكينا شويه، قلت له حبيبي نصرحك في حاجه. قال لي تفضلي خير ان شاء الله، وكان انسان بزاف مؤمن ومتفهم. المهم حكيت له القصه كامل. قال لي انا نحكي معاه وانتي يا مات ونحكو نريح مليح وسهل الحال، وحكى معايا ببروده لانه ضعف. جازو الايام عاود عيط لي كنت في الدوش، وكي خرجت لقيت لابيل عاودت ما ريبونداش. بعدها بنص ساعه عاود لي قال لي نحبك وان شاء الله مبقاش لعرسنا. قلت له واحمد واش درت له؟ قال لي صاحي ماشي خدمتك هذه والنساء هذوك.
واللي صرا جاني لولايتي وراح لوالديه نحاولوا تليفون وفاصلوا كلش، وهو وعدهم ما يزيدش يهضر معايا. والحمد لله انا كنت مع خطيبي عايشين كل حلاوة الدنيا، وتزوجت به ودار لي احلى عرس في الدنيا. ايا انا بيني وبين ولايته على الاقل 9 ساعات بطونوبيل. رحت لداري وكان الديكور نتاعها كامل بلو ونوار يهبل. بعد عام وكان هو متلهف على ولد ولا بنت. كنت انا ديما العادة الشهرية تاعي مخلطة، وهذه المرة دارت لي الروطار بزاف. انا ما شكيت بوالو حتى الروطار شهر. ايا خرجت مع اختو خفيفة بزاف تحب تقرعج وفمها ما تحكموش. احنا للفارماسي قلت لها كرشي راهي توجع فيا نشري الدواء. بقات تعس فيا واش نقولوا. كتبت في التليفون وعيطت للمرا، قرات ومدت لي زوج. رحت للدار ودرتهم والحمد لله ايجابيين في زوج. ما حبيتش نتسرع وخليت حتى الغدوة ورحت للطبيبة وكانت المفاجأة. اخيرا ساكون ام. كنت حامل عندي شهرين وكانت فرحتي ما تتوصفش. رحت خرجت شريت حوايج باش ندير لراجلي سوربريز ودرتها وكانت فرحته بزاف. حتى دار عشاء وعرض كامل فاميلتو، وولد احلى بنوته وسماها هو جوليا. ما شاء الله اجمل بنت في الدنيا. عاودت حملت للمره الثانيه. قالت لي عندك شهر حمل وانا ما حسيتش باسكو كنت موسوسه من راجلي والمكالمات السريه نتاعو. مهم قالت لي باللي الحمل نتاعي هابط بزاف، وقالت لي حاولي ما تمشيش بزاف ما ترفدي والو وبنتك وما ترفديهاش سلوم انت غدي وبالك التوتر. انا سمعت كلام طبيبه وكان راجلي يسمح فيها مليح وحال وذنه. هيا رحت باش ندير الفطور قال لي راجلي ريحي. اني دوك انا نخرج نشري الماكله من برا. خرج وخلى تليفونه. انا لقيت الفرصه نقلب على هذاك النيميرو تاع الطفله اللي حبت تديلي راجلي. مع نفتح التليفون نلقى صاحبه بعت له ميساج وقال له اني حكمنا احمد. احمد احمد حنوني القديم. وكملت القرايه ونطلع ونقرا كان احمد بارطاجات صوري ولايتي كامل تزعزعت بتصاوري والناس كامل سمعت بيا. انا من الخلعه والتوتر تغميت. وكيف طنت لقيت روحي في لوبيتال وراجلي عينيه منفخين من البكا. سقسيتو قلت له حنوني وين راني؟ قال لي في لوبيتال حنونتي. قلت له واش صرالي؟ قال لي والو حبيبتي ريحي ريحي. انا كي قال لي ريحي تفكرت وليدي. قلت له حبيبي وليدي ياك ما صرالو والو راه مليح. سكت ما قال والو. عاود حبي وليدي راه مليح. قال لي دايم ربي في ملكه. وانا نبكي ونقول له وليدي وليدي راح وليدي راح. قلبي طار على وليدي كبدتي تحرقت عليه. كانت أسوأ ليلة في حياتي. كنت نرقد النوم احمد يضرب فيا ونوض نبكي نلقى غير راجلي قدامي يقرا عليا في القرآن ويبكي على حالتي حتى جاء طبيب دار لي دواء باش نرقد. فطنت الصباح وكان راجلي ويما وبابا عند راسي. انا كي شفت ماما زاد قلبي تحرق على وليدي وليت نبكي كالمهبولة عليه. حتى جاز نهار واحد اخر رحت لداري والبنتي. انا حرفيا دمرت بعد وليدي بيس كنت بزاف فرحانة به. راجلي عيط لبابا ويما قال لهم رانا جايين. انا ومرتي رفد بنتي وبدل لها وكلها وخرجنا رحنا لدار بابا. وكان عندي ملي تزوجت ما رحتش بسك بزاف بعيدة. وبابا وماما يروح راجلي يجيبهم يقعدوا عندي بالشهر. المهم وصلنا قال لهم راجلي كلش على حكاية أحمد من البداية للنهاية وقال لهم لازم حل جذري لهذو المشاكل. قال لهم بابا لازم نحكوا مع باباه وخاوته. قالوا راجلي حكيت معاهم وما داروا له والو وزادوا سحروا مرتي. قالوا بابا لازم نحكموا عليهم حاجة باش نشكو به. قال لي راجلي لازم تكذبي عليه وتقولي له طلقني باه يخطيك. قلت له اوكي المهم لازم ينساني. قال لي اوكي. غدوة من داك عيطت له قلت له انا هند واش صافا توحشتك بزاف وعلى جالك طلقت راجلي. قال لي صح هند
إيه على بالك نحبك ونموت عليك. قال لي أرواحي نتلاقاو في الليل. قلت له العدة ما نقدرش نخرج. قال لي تجي ولا تصورك عندي نحرقك في الجزائر كامل. وأنا كنت نسجل في صوته نجبد منه في الهضرة وكان زاطل. قلت له يماك سحرتني. قال لي إيه بيسك حباتك تطلقي وترجعي لي. وأنا ما رجعتي ليش. شوفي أنا قلت لك أقسم بالله نذبحك. راجلي راح ديريكت شكابه وقال لهم تهديد بالقتل وتهديد بالتصاور ويماه استعملت الشعوذة. أي رفدوه هو ويماه من دارهم ولقوا عندهم الزطلة وأقراص مهلوسة. المهم كلش حكموا عليه 13 سنة حبس ويماه عامين برك. وأنا رجعت لداري ولبنتي وكملت الرقية والحمد لله. رجعت مع راجلي كيما قبل وبنتي التاني رجعت تقول لي ماما ورجعت نتهلا فيها كيما قبل. بعد مرور السنين أنا رجعت لحياتي وزدت جبت ولد للدنيا وكان بزاف شباب فوتوكوبي على باباه. أما أحمد داروا تخفيض في الحكم وكي خرج تقريبا مهبول. ويماه توفات في الحبس وراح الوالدية يطلب في السماح وقالوا له ربي يسامحك وخلاص. بعدها رجع من الزنقة لزنقة. الناس كامل سمعوا قصتي واللي يخطبها ما تستقلوش ودرك راهو مهبول نتاع الحومة. شفتوا ربي يا ناس كيفاش حنين كريم. تخيلوا لو كان تزوجت به كنت نعيش معاه في تعاسة وبلك أكثر. بصح ربي ما ينحيش العبد حتى يعطيه. وذرك راجلي راهو يوجد لنا في كوارتنا نتاع العمرة. بنتي عمرها 11 سنة وليدي عنده 7 سنين وماما وبابا راه داروا حجة وخويا زوج وبولاده. خياتي زوج الزوج رانا عايشين في الهنا بغض النظر على المشاكل الطفيفة اللي بين كل راجل ومرته. العبرة من قصتي عمركم ما تقنطوا من رحمة ربي عمركم لا تديروا ثقة في راجل. العبرة من قصتي للمرة الثانية عمرك وديري ثقة في واحد اللي يحبك يخطبك ويديك لدارو ويسمع الناس باللي انت يا مرتو ماشي وبلاكي ترسلي له في تصاورك. انا كنت غلطت معاه بصح ربي يعوضني احن واجمل واروع راجل في الدنيا. راجل خدام حنين وقف معايا والحمد لله في الحلوة والمرة. وهنا تكون خلاصة قصتي. باي حبوباتي نتمنى تشتركوا في قناتي وقولوا لي واش رايكم في قصتي والسلام عليكم.